السيدات والسادة الحضور، أهلا بيكم في عين جمل شو. دلوقتي استعدوا عشان تتكلموا وتسمعوا، تضحكوا وتضحكوا وتعيشوا ليلة ما تتنسيش. Ladies and gentlemen, and now, get ready to laugh your heads off and live an unforgettable night with your improv comedy phenomenon, عمر الجمل. In 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. In 5, 4, 3, 2, 1. السلام عليكم. عاملين ايه يا جماعه؟ وحشني جدا، بقالنا كتير ما تقابلناش هنا، وانا بقالي كتير ما جيتش زايد. طيب في كام حد حضر عين جمل قبل كده؟ هايل، نزلوا. في كام حد اول مره يحضر؟ يا مرار الطافح، يا مرار الطافح. طيب عين جمل هو انتراكتيف كوميدي شو، انا حافظها كده، وهو ده معناه ان هو هم مفهميني يعني ان هو كوميديا تفاعليه، بمعنى ان العرض قائم على الجمهور. فلو حضراتكم لزاز الحفله لذيذه، ولو حضراتكم مش لزاز انا خدت فلوسي. فاهمين؟ فتمام يعني. اوعوا تظنوا ان انا هرجع اقعد على القهوه اقول الحفله كانت وحشه، عادي هقعد. فعشان بس نبقى متفقين. في حد هنا بيتوتر؟ طب الانوار اللي اترفعت قليله، هل الناس اللي ما رفعتش دي الناس اللي بتوتر اللي معاهم؟ طب اللي بيوتر حد يرفع ايده. تمام، الجمهور توكسيك. هايل، هنعمل حفله زي الزفت. قال لك ايه ده توتر؟ طيب بصوا يا جماعه، انا ما عنديش مشكله. التوتر ده شعور انساني، كل الناس بتتوتر، يعني ده شيء عادي ان انت تبقى. الناس اللي بتقول لك انا ما اتوترش، انا جامد، انا سندال، انا مفيش حاجه اسمها كده. يعني في الاخر لو كاوتشك نام في حته مقطوعه هتخاف. فاهمين قصدي؟ يعني كده هتتوتر وهتخافوا كده. ولكن انا مشكلتي ده ما بتبقاش مع التوتر، انا مشكلتي بتبقى ان التوتر بينتج عنه مني انا لما انا بتوتر تصرفات مش يعني مش فاهم ايه اللي حصل. انا الناس اللي حضرت قبل كده او اللي اتفرجوا على فيديوهات، انا ساكن في المريوطيه. المهم قبل ما الكورنيش يبقى كورنيش، اما كان ووتر بانل، كان لسه كانال صغيره. فاحنا ساعتها كانت الحته دي مقطوعه جدا، وانا كنت مروح، كنت بشتغل اسيستنت مع مدرس انجلش. حلو، وكنت قابض 600 جنيه طرش، معايا 600 جنيه املك الدنيا في قبضه يدي، وماسك موبايل وبكلم في التليفون وماشي. خلاص فلوس موبايل، خلاص باقي العربيه مفيش. فوانا ماشي سمعت صوت تكحيت شباشب في الاسفلت. عارفين اللي هو حلو. فبس مش شبشبين، كانوا كتير يعني. حلو. فانا بصيت فلقيت ناس ماشيه بتكحت ورايا بالشبشب، شكلهم مجرمين، شكلهم حراميه. انا بكلم في التليفون وبكلم بنت وبتاع، فانا في حته اللي هو ايه استني اقفلي انت وكده. حلو. فانا كملت مشي، بس بدات امد. فراح واحد منهم قايل ايه ده المصلحه شكلها خايفه. فانا بصيت يمين وشمال، لقيت ان انا المصلحه، ما فيش غيري يعني. ما هو انا عملت كده فانا فرحت مأمن على ايه؟ على المرتب. المصلحه ايه؟ مين اللي قال تأمن على المصلحه؟ لا هم هيسرقوني، مش عاوزين حاجه ثانيه. ليه ناس هتطلع عليا يقول لي اقلع؟ لا مش هيعملوا كده. الجمهور توكسيك يعني. أمن على المصلحه يا زميلي، اتبلك كده يا رب النور يقطع. أمنت على المرتب. أمن على المصلحه ايه؟ أمنت على المرتب. فحطيت ايدي، انا بصراحه امنت على المصلحه، انا عملت كده، بس انا كان قصدي المرتب. حلو. فواحد راح قايل صوت اخر، يعني ده شخص واحد، الفوكال ده شخص واحد قال المصلحه شكلها قبضه. اتنين راح قايل ايه بقى؟ راح قايل ايه ده توتو شكلها قبضه. فواضح برضو ان انا توتو. خلاص انا في موقف ان انا بتسرق او هتثبت.
فالناس اللي ساكنه في مناطق شعبيه زي حالتي كده، خلاص انت لما بتتحط في قرار الخناقه او ان انت هتقف خلاص تتعرض لخناقه، في حاجه اسمها اساس الدخله. بناء على هيئتك اثناء بدايه الخناقه هيبقى موقفك في الخناقه فين، هتبقى فوق ولا تحت او كده. فانا جمهور مدينه ابو صليبه ما علينا. فانا ماشي وهم ورايا، فرحت واقف خلاص، ما انا خلاص هم هيثبتوني، فاهم قصدي؟ فرحت لافف باصص لهم كده، قلت لها اقفلي انتي. حطيت الموبايل كده. ما هي مش شايفه المصلحه والكلام ده، احنا بنتكلم، احنا بنشوف هنفرتك ال 600 جنيه في ايه؟ هصرف عليها انيها، هبقى دي الست اللي انا انيها، فاهم؟ قلت لها اقفلي انتي، ورحت عامل كده. فهم بداوا يعدلوا هيئتهم كمجرمين عشان يجوا يثبتوني. فبدأوا بقى ايه، يشفطوا كروشهم، وانا رحت مقبل عليهم نص خطوه، وفجاه رحت جاري. هم من الخضه ومن التوتر جريوا معايا مش جريوا ورايا. فبدأوا يقولوا لي في ايه، فانا بقول لهم اجروا وانا بجري. وفي واحد بيجري جنبي بيقول لي طب ايه اللي حصل؟ هم لسه، انا اصلا شكيت ان هم بيسرقوني. انا بجري، واحد بيقول له في ايه، اجري بس. وانا داخل القهوه، داخل شارعنا بقى، كسرت الموريتيه شمال، بقول حرامي، هو بيقول معايا حرامي حرام. فانا لما بتوتر بتبقى المشاهد اكشن مش مفهومه. يعني ايه ده؟ طيب يعني احنا لو في مخرج كات اولنا ايه يا جماعه اللي حصل؟ بص يا عمر تعالى على المونيتور، بص العبط دي حياتي، فاهمين قصدي؟ وبعدين لا ننسى في التوتر المسرح. انا دي السنه 13 ليا مسرح، بمثل مسرح بقالي 13، حاسس سقف عشان في حاجه ما خدتش جايزه. وربنا 13 سنه مسرح، ما حدش صار معايا بعد العرض. فانا كنت اخرجت وكتبت ومثلت وانتجت عرض اسمه الفانيلا سنه 2013، كان رائعه من روائع الزمن ده. يعني العرض كان مدته تقريبا 40 دقيقه، وكنا بننهيه بزغروطه وبننزل نوزع على الجمهور شوكولاته عشان مش عارفين نقفل. هو احنا كان موهبتنا وقفت هنا، يعني احنا مش عارفين نعمل ايه. فرحنا عشان نعرضه في مهرجان. فلما بتروح تعرض حاجه في مهرجان، في حاجه اسمها مشاهده. المشاهده دي ان انت بتعرض جزء من المسرحيه قدام لجنه، لو اللجنه وافقت بتعرض ده. حلو؟ ركزوا بقى في الدراما، المسرحيه كلها ما ركزوا، الموضوع عبيط. هو في واحد راح يتقدم لواحده فابوها بيرفض، دي المسرحيه، دي الدراما، ده البلوت تويست. حلو؟ المفروض ان انا الاب، انا عامل دور الاب، وفي دور العريس، وفي دور العروسه. حلو؟ فكان طول عمرنا بنعمل المسرحيه دي، انا والعريس بنتخانق، وانا كأب بيحصل مشهد اكشن بضربه فبيخسر في الخناقه. حلو؟ جينا قبل المشاهده بيومين، واحد صاحبي اللي كان عامل الدور قال لي معلش انا هيحصل لي ظرف في الشغل، ومش عندي شغل وضغط ومش هينفع ومسؤوليه، ولازم ابقى شخص محترم. قلت له بشتغل دليفري في صيدليه، بجد كان ده الدراما، بس ما عنديش مشكله يعني. ففي واحد صاحبنا احمد صلاح، واحد من التيم بتاعنا دلوقتي هتشوفوه يعني اثناء العرض. احمد صلاح ده كان حافظ دور انا، قال لي طب بص يا اسطى، هعمل انا دورك وانت اعمل دور العريس عشان نعدي المشاهده. فدخلنا احنا الاثنين، انا متوتر جدا، انا مش عارف دور العريس، وهو اول مره يعمل دور الاب. فدخلنا سكتنا احنا الاثنين مشاهده، طلعت قلت اول جمله ليا، هو قال اول جمله ليه، وبدات البنت اللي معانا العروسه بتشرح المشهد للجمهور. احنا الاثنين واقفين عاملين كده وبنعمل رياكشنات، عاملين نعمل. وهي بقى يعني انت قصدك تقول له ان هو مش موافق على الجوازه؟ يعني انت والله العظيم بطله واقسم بالله. واحنا لحد ما جه المشهد الاكشن، المفروض ان الاب بيضرب العريس والعريس بيتضرب. التراك ده كان استعراض مدته 30 ثانيه، مساعده المخرج عادته 8 مرات. احنا بنعجن بعض، انا رافض اقع، انا في العرض الاساسي ما بتضربش، وخايف وعمال اقول له موت بقى موت، واضربه يقوم واقع ويقول لي وبنضرب بعض ونقع، فالتراك يقع فنشتغل فنقوم تاني. فانا هو بنعمل راسمين حركات اللي هو الحاجات دي، فالمفروض بتنتهي ان انا كأب بضربه ركب فبيقع. فانا بدات اضربه بجد، اللي هو دي بيقوم عامل يقوم قايم مديها، اقول له واللجنه بقى ابداع في تحت فوق وبرافو ايه ده. واتقابلنا وخدنا تاني ساقيه ساعتها، والله قاعد راجل قاعد يقول لك هذا الابداع، لا ولا حد فاهم حاجه. وطبعا كنت برضو مره في مشاهده عرض اكبر بقى، وانا كنت بحل موقف. في ساعات في العروض اللي فيها العروض المحترمه يعني بيبقى فيه تعبير حركي وحاجات وحاجات كده.
فقالوا لي هتطلع معانا عشان الناس ما جاتش، هتعمل معانا وانا مش معاهم في المسرحيه. فواحد صاحبي قال لي انت هتعكس بس معايا، تعمل نفس حركاتي بس لما نبدا انا اروح كده انت روح كده. انا دخلت، هم بيعملوا الموضوع بجد جدا، بيعملوا اللي هو وحاجات، وهم المفروض ناس طالعه من قبور وبتاع، وانا قسم بالله فرحان في اللي مات، ماشي معاهم وعمال اعمل ما انا مش عارف حاجه، وانا كنت بطرد من البروفات دي وعمال اعمل كده وبعدين صاحبي بقى اللي قال لي اعكس معايا ده، رحنا قعدنا هنا كده، في هنا بؤره نور طالعه، فالمفروض بنقعد مربعين كده باصين، فهو بص لقاني جنبه فبيقول لي احنا واخدين جيست اللي هو احنا عاملين راح قال لي هو بيسالني بنتكلم جرين لانجوج. عارفين كان في زمان قناه اسمها الاي ار تي عين، الجيل ده تسعينات تمانينات صح؟ ايه هختبركم، اي ار تي عين دي يوم الثلاث الساعه 7 الصبح كانت بتذيع ايه؟ ها؟ انت لما تعرف ليه كنا بنصحى؟ حد فاكر؟ كانت بتعرض المصارعه. ايوه الدبليو دبليو اي، وكان 7:15 بيبقى ميعاد الماتش الحريمي. فكنا بنصحى انا واخويا الله يمسيه بالخير نقعد نتفرج على المصارعه، وكان دايما يوم الاثنين انا زاويه سريري في الاوضه، بصوا يا جماعه الاوضه بتاعتي الباب هنا، انا قاعد هنا، فلو حد جاي من الصاله هشوفه، ده سرير اخويا هنا في حيطه فمش هيشوف، فكان دايما يجي يقول لي ايه ما تيجي نبدل سراير، وانا صغير عادي فببدل معاه، انا ما اعرفش ليه بنعمل كده، فبروح اقعد انا على السرير ده وهو بينام على السرير ده وبنتفرج على المصارعه. وبعدين الفنانه ليتا راح خناقه بينها وبين جوزها ايدج، ومات هاردي كان متكلم عليها في السر، مصيبه سودة، حاجه ما ينفعش احنا كاطفال نشوفها، وعاوز يتجوزها على جوزها، وحاجه مرار طافح، حاجه بؤس يعني. وطبعا المصارعه حريمي، فليه بقى اخويا طلع بيعمل كده يامن ان لو حد جه من بره يعمل نفسه نايم، وانا زاويه السرير لازم اقعد قدام قوي عشان اشوف، فانا قاعد على طرف السرير عامل كده وبشوف بقى المنكش اللي بين ليتا ففجاه ابويا دخل فبيقول لي ايه، بص على التلفزيون وقال لي ايه يا حقير اللي انت بتشوفه ده، ما قالش اللي انتوا. فبصيت لقيت اخويا نايم حلو، فانا عمال اقول له ايه ما انا والله ما انا مش عارف اقول له ايه بقى، ما انا فرضه في موقف وحش جدا يعني، احنا خلاص انا والمصارعه قاعدين مع بعض في الحلبه مش حل يعني. فمن كتر الزعيق فاخويا صحي عمل ايه؟ صحي عمل في ايه؟ فراح ابويا قال له بص اخوك بيتفرج على ايه؟ راح متفاجئ وراح قايل ايه ده؟ هي دي اخلاقنا برضو يا عمر، هي دي تعاليمنا، وانا اللي اتحرمت من كل حاجه وانا ماليش دعوه، وانا ما بعرفش اما بتوتر ما بعرفش يعني ما بعرفش اقول ايه، فعمال اقول حاجات مش في مصلحتي، عمال اقول له لا ما هم لسه والله لابسين، فبرضه ما الكلام غلط يعني، انا بقول حاجات بتحطني انا في موقف ضعف مع ابويا. عاوز كل واحد منكم يمسك ورقته وقلمه ويكتب ايه اكتر شيء بيوتره، او اي موقف كيورد، بلاش يا جماعه تكتبوا الحاجات اللي انا بقعد اقراها دي ما بلاقيش هزار يعني، اكتبوا بس جمله ليها علاقه باكتر موقف انت اتوترت فيه عملت ايه، ادي لنفسك كيورد لما انا اقراها واقومك انت تفتكر انت كاتب ايه. وعلى ذكر التلبيس، لو حد عنده موقف ليه علاقه بالتلبيس ان هو لبس حد في حاجه او حد لبسه هو في حاجه يكتبه بقى. جاهزين؟ طب سقفوا كده بس نحس ان ايديكم شغاله. بلك يا حفيظ على الجمهور، ورقه مشاكسه. يا عيني يا عيني، الورقه الحمراء كاتب بقلم احمر. هنبداها بقى اختبار. طيب هنتفق على حاجه، اللي كاتب ورقه او هو صاحب الاسم يرفع كشافه عشان المايك يروح له بطريقه سلسه اذا سمحتم يعني. مين اللي بيتوتر من مديرته؟ طب لو كل دي ناس رفعت ايديها، لا انا بتكلم اللي كاتب الورقه، انا ست ظلمه وادعي يا رب تموت. طب لو معاك مديرتك او معاك مديرتك صوتي او حاجه. انا ما تقتليهاش ما تقتليهاش. انت مين؟ ايوه بص فوق كده. ما يا جماعه ما حدش تزودونيش. انت ده؟ ايوه انا. هاي ازيك؟ اهلا. اسمك ايه؟ يوستينا.
كريستينا هاو ار يو؟ يوستينا. يوستينا هاو ار يو؟ صح كده. مش هتفرق. يوستينا بتتوتري لما بتكدبي على مديرتك؟ انا أمال فعلا عايشة إزاي؟ مش عارفه. طب انت بتكدبي عليها ليه يا يوستينا؟ اكيد بستهبل في حاجه يعني فبضطر يعني ما طب ينفعش. انت بتكدبي ليه؟ ما اكيد عشان هي ست ظالمه وقادره. هو انا I always believe ان ما ينفعش يبقى حد the same gender يعني. انزلي مستوى الحوار. I always believe ايه؟ يعني كان نفسي مديري يبقى راجل، يعني الدنيا بتبقى سلسة. ثانية واحدة. تفرق على فكرة. بليف ترجمتها بتفرق. كان نفسي مديري يبقى راجل. اوكي. اطلعي تاني مستوى الحوار. خلاص انا اسف. ما انا قلت. I always believe. عايزة راجل. انا عايزة راجل مدير يشخط فيا وما قاعدة جنبه كده. لا ما مش بيكونوا كده ما صدق. بيكونوش كده. ايوه. اما اللي قبليه كان راجل. انت والتاني بتشتغلي كانت ايه يا أسد. يوستينا؟ شركة أدوية. ماركتينج اناليسيز. هو انت ماركتنج اناليسيست ولا ماركت اناليسيست؟ لا ماركتينج اناليسيز. طب ما انا كرييتيف اناليسيست، لو تديني بريف نفريلانس نفتح شركة. يلا ورقه بينك. بصوا بقى الناس، بصوا لسه بقول ايه. عزيزي عمر، وانا صغير مره كنت عازم بنت في ملعب. إيه؟ اكيد في مطعم، بس هو والدك في العين او حاجه بدون ذكر اسمه. فالمهم ليه يا اسطى ما تقول اسمه؟ بس اسم المطعم ماشي. لقيت نفسي مره واحده نسيت الكريدت، فكنت متسوح عشان مفيش كاش معايا يكفي فلوس الاولاد الاوردر. المهم اتحججت والله يا مش هشغل واتحجج. طب استاذنك انا، مساء الخير، عشان انا بس عندي بس سلم. المهم اتحججت وقلت المطعم وحش جدا، وخدتها ومشيت. اكلتها كشري. طب ما انتوا كلتوا ايه النتانه دي مننا؟ احنا اللي ما دفعناش ثمنه ما خشش بطننا. خدتها ومشيت. اكلتها كشري. بعد كده كان اول مره ديت واخر مره ديت بينا. فطوم. ايه يا رب ما يطلعش اسمك فطوم يا رب. هلا والله. ولا اهلا عامل ايه؟ السلام عليكم. عامل ايه يا عمر؟ معلش اقف في حته فيها شبكه. بتقول ايه؟ اسمك ايه معلش؟ اسمي احمد الشهرة فطوم. الشهرة فطوم. انت مصري؟ طب ما تتكلم عدل. انا بتكلم عدل والله. طيب انت كنت عازم بنت، نسيت الكريدت كارد فتوترت، خدتها اكلتها كشري. ايه بقى؟ طب انت كده ما توترتش؟ ده انت كده التاني قلت انت كده حرامي. يعني كنا في مطعم مثلا، كنا في مطعم مشهور جدا. الفكره ان انا اتوترت ومره واحده لقيت نفسي مش عارف باخد قرار، فزميت في المطعم، والمطعم كان كويس جدا، ما كانش فيه حاجه. فاهم انا بتكلم في ايه؟ انت جاي تعترف؟ انت بتحاول ده ذنب شايله على صدرك. انا عايز اعترف ان انا والله العظيم البانيه كان قطعه ولا اروع من صدر الفرخه، ولكن انا قلت انه خطير، فانا كده خلاص رضيت ضميري واقدر اروح اكل بانيه تاني. والسلام عليكم. شكرا يا عمر. انا زمان كنت بشتغل في مطعم في المعادي، فدخل واحد لابس شورت قصير ومشمر التيشيرت لحد هنا ومعاه بنتين، وداخل بقى هو شريك في المحل، داخل يشوف احنا بعنا بكام. دخل راح قاعد رمى الحاجات اللي معاه وقال لي خو تعال. وانا كنت في مطعم من الناس اللي هم كل يوم بيجوا معاهم لابتوبات ماك وبيشربوا اسبريسو يعني، فهو مش لايق على الحدث. حلو. فجه قال لنا قال لي عندكم ايه يا ابني؟ هو بجد انا كنت ساعتها بس انا كنت في ثالثه جامعه، هو كان شكله في ثانوي. قال لي عندكم ايه يا ابني هنا وبتاع. قلت له اجيب حضرتك منيو؟ قال لي انا بلا منيون بلا بتاع، انت عندكم ايه؟ فجه الكابتن اللي فوقيه راح ساحبني كده قال له تحت امر حضرتك، خدامين جزمتك اؤمر. قال له لا شوف انت. والله باع له حاجات
ما بتتباعش. قال له طب بتحبوا الاول تشربوا ولا تاكلوا؟ قال له الاثنين. قال له تمام، المنطقي ان احنا نبدا بلاتيه. قال له قال له عايز ايه؟ قال له عايز 3. قال له عايز عليه اضافه صوص توت؟ قال له عملوا له مشروب نتن اكسترا بقى ايه؟ اكسترا كراميل، اكسترا هيزل نت، اكسترا ياستينا، اكسترا فاي حاجه، يعني اي حاجه بالانجليزي. حلو. دخلنا في الاكل، تاكل باستا بايه؟ اكسترا هيزل نت، ماشي اديله. حلو. قعدوا كلوا. احنا عارفين طبعا ان احنا لو نفضناه كده هننزل منه مثلا 32 جنيه. يعني هو ماشي، هو احنا عارفين ده. نزلت الحاجه، قام بص نزلنا له الشيك. اظن كان الشيك ساعتها ب 800 وحاجه مثلا، الكلام ده في 2009، مقدم شقه يعني. حلو. الواد راح قال ايه ده؟ فرع جالي بقى قال لي بص يا اخويا. قلت له ايوه. قال لي احنا اخوات زي شباب زي بعضينا، وانا بصراحه الفلوس وقعت. قلت له انا حضرتك انا بقى ايه؟ قلت له حضرتك انا اسف جدا، انا حضرتك مستر احمد. هم احنا حراميه اصلا كلنا. جه مستر احمد قال له طب هات موبايلك، هات محفظتك، مشيهم وتعالى. والله العظيم كفرنا سيئاته. ويقول له ايه؟ هو اصلا مطعم مشهور جدا، يعني مطعم مشهور جدا وفرنشايز من بره بتاع. يقول له انت عارف ده بتاع مين؟ ده بتاع محمد بيه. يقول له لا بلاش محمد بيه. هو اكيد ده مش بتاع محمد بيه. مع محمد بيه بس. وفي الاخر بعت حد جاب الفلوس ودفعها وكده. خدناهم احنا. انتوا ليه مش كاتبين؟ انا نسيت اقول اكتبوا اساميكم. الحفله باظت؟ طب اعمل ايه؟ طب ورقه خضراء نفتكر مع بعض الذاكره. حد كاتب الحوادث؟ نور كشافك. حد كاتب الحوادث؟ يا رب يفتكر. الحمد لله لقيناه. انت كويس؟ ادوا له مايك. مساء الخير. مساء الخير. ايه مساء النور. ايه انا ما بحبش اجي زايد. انا اخر حفله كنت في الهرم، كنا واقفين بنحمل بنلم اجره، كنا بنلم فلوس الحفله في كده. خد يا باشا ابعت لعمر 4 ورا سيلفر. اسمك ايه حضرتك؟ مهاب. محب؟ مهاب. مهاب. ازيك يا مهاب؟ الحمد لله. حوادث ايه يا مهاب؟ تعالى لي جيت لي في منطقتي. مسمار واربع يعني قول بس مش مهم. حوادث السواقه. انت بتعمل حوادث حد بيخبط فيك ولا انت بتدوس على الناس؟ بتدوسك الاثنين. ايه؟ الاثنين. انت قاعد في انهي صف؟ بفلوسك؟ اوكي تمام. انا عايز الصف ده مبدئيا كده، بحب اقلع الرقبه. ماشي. انت بتخبط خبطت حد قبل كده؟ عربيات مش اشخاص. انت ايه السعاده دي وانت بتخبطهم؟ انت بتلعب كراش؟ تين نقطه. اخر حادثه عملتها ايه؟ انت بتتوتر فبتعمل حوادث؟ لا العكس. اصلا ده بمزاجك؟ اوكي. اتفضل يا استاذ مهاب. توكسيك يا توكسيك. العكس يعني لو الناس اللي بتعمل بتتوتر؟ حادثه بتتوتر يعني بعد الحادثه بالظبط. علشان ايه بتتوتر؟ عشان ايه؟ يا جماعه استنوا، انتوا كنتوا معاه؟ هو سواق اتوبيس؟ بتوتر عشان حك له المرايه. كان فيها سنسور انا عارف. يا استاذ مهاب قول حاجه، قول حاجه ساعدني في الحفله. بعدين بقى في المره التصليح. يا اخي اخر حادثه عملتها ايه؟ عاوزين نصورك ونروح ناخد الجايزه. خبطت مين؟ اخر حادثه من اسبوعين. خبطت مين؟ خبطت ايه؟ عربية. خبطت فين؟ عربيه. على المحور؟ على المحور. انت بتقعد العد عالي؟ على المحور. على المحور. ايوه امه كانت شغاله. ايوه حضرتك بتشتغل ايه؟ بنك انترنال اوديت. منطقي طبعا، ما بتقوليش لحد حاجه مفيده. انا عايز شهاده طبعا. اشهد يا عم. لا كراسه رسم.
احب انا الجمهور اللي ايه، حد كاتب راسم ورد و يا ساتر يا رب، لما العيال بيفضلوا ينادوا عليا في الكلاس يا ميس يا ميس يا ميس يا ميس يا ميس بتوتر قوي. على ذكر التلبيس يا جالها خاطره اثناء ما كنت بقضي على الطفوله. على ذكر التلبيس، لما حد يدخل عليا داخله حكومه بسال ويسالني على حاجه، حتى لو انا اللي عاملاها بشاور على اي حد جنبي، حتى لو بنت اخويا. يا مدام هي دي يا باشا اللي معاها البودره، هي طفله بس هي مش طفله، يعني جسمها صغير انما مخها سن. ايوه حضرتك مين بقى؟ ايوه انا. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. انا خلاص شايف انت عماله، انت كل ما تتكلمي ترفعي الكشاف. ايه بقول يا ست؟ ايوه انت دلوقتي بتتوتري لما العيال يفضلوا يندهولك يقولوا لك يا مس. حضرتك اسمك ايه؟ انا منى عاطف. ايوه هم انت عاوزاهم يقولوا لك ايه طيب؟ طفل عاوز حاجه مزنوق دلوقتي. هم يا ريتهم اطفال، هم مش اطفال، سن كبير يعني، جريدز الكبير. هو انتوا ده ثانوي مثلا؟ بيقولوا مس؟ اوقات بيقولوا حاجات تانية بس مش هينفع عشان احنا كنا بنقول لمدرس التاريخ يا حاجه. حضرتك مدرسة ايه؟ انا ارت تيتشر، فماده اصلا فن يعني، ادب يعني جدا. انت دلوقتي عايزاهم يندهولك يقولوا لك ايه؟ يشاوروا؟ لا هو لما بيبقى عدد كبير قوي في الروم او في الاوضه يعني العدد ده اللي هو ثانيه واحده، عدد كبير ده اللي هو كام؟ 40 واحد مثلا. يعني يوم رياضي المدرسه ما جاتش هيلا في 40 واحد ده في الفصل الواحد، فالموضوع بيبقى صعب يعني، بيوتر قوي. يعني بعيدا عن الاعداد 44 في الفصل، كام واحد في الديسك؟ مش في الديسك. ايه؟ اصل هو 40 واحد على مدرسه امريكان، الموضوع بيبقى مختلف قوي، الموضوع مش زي المدارس الحكومه يعني. لو سمحتي ما تجيبيش سيره مدارس الحكومه. يعني ايه لما حد بيخش دخلة حكومه انت بتسلمي بنت اختك؟ انت الصبح يعني مدرسه وبالليل ايه؟ عندك نايت لايف؟ سيريال كيلر ولا ايه؟ انا مره كنت بلعب كوره في نادي، في نادي ايه؟ في ارض، معلش سوري نسيت نفسي، معلش انا اتوترت بالامريكان وكده. كنا بنلعب كوره في حته اسمها ارض الليمون في اللبيني، ماشي؟ فبنلعب وبتاع ومش عارف ايه، فالفرقه اللي ضدي عيال عنيفه وبتلعب بجد جدا وداخلين ياخدوا بطوله وبتاع، واحنا على الله حكايتنا، بس احنا اقوى واكثر تسولا منهم. فبعد الاكتاف القانوني واللي مش قانوني والضرب وبتاع، ففي واحد صاحبنا كان ده الوحيد اللي كان غلبان في الفرقه بتاعتنا، ضربوه جامد قوي بجد حلو، وهو كان عافي سترونج يو نو عافي. ف واحد بيجري بالكوره، فمحمود صاحبنا ده راح ناطط متشقلب وضربه بكعبه في مناخيره. ايوه فالواد خد الضربه راجع حساباته في الدنيا، وقع في ساعتها ايه يا لهوي بتاع ها لا لازم نوديه المستشفى. خايفين، واحد صاحبنا كان ابوه مديله مفتاح العربيه بتاعته عشان يحط فيها حاجه، فرحنا جبنا العربيه بتاعته، كان اكبر واحد فينا مثلا في اولى ثانوي، ورحنا المستشفى ومحدش عاوز يستلمه، قال لك ده عنده قطع ولا عنده، طلع عنده حاجه في الاخر، هو اتصدع يعني، قال لك عنده قطع في النخاع الشوكي، اي بقى كلام. طبعا احنا بنسمع الكلام ده احنا مش عارفين نقول. المهم يعني على ذكر التلبيس، واحنا راجعين من المستشفى، فاحنا الوضع كالاتي، احنا مجموعه من الاندر ايدج سايقين عربيه، معانا واحد فاقد الوعي، ومعناش اي ورق خالص ولا موبايلات ما عدا الاشعه بتاعت الولد. فوقفنا في لجنه قصاد اسم الطلبيه. فانا كنت اكبر انا في اولى ثانوي اظن، او يعني انا كنت اكبر واحد في العربيه دي. فقلت له ما حدش يتكلم، انا هشرح للضابط موقفنا. فوقفنا، راح اللي كان ساند الولد قاعد جنبه نزل من العربيه عمل كده، فالواد وقع، راح التاني مدي الضابط الاشعه. برر بقى انت. نزلنا بقى، وقفنا واقفين وساندين واحد، وده ابيض ولا اصفر. الحياه على الطريق، الموتوسيكل، محمد عبد العزيز،
الميه على الطريق. ايه؟ الميه على الطريق محصور مش قد. الميه على الطريق. انت معاك موتوسيكل؟ بالظبط. معاك ايه؟ ياماها 900. اتفضل. هي الميه على الطريق بتوتر، يعني لو انت راكب موتوسيكل بتوتر على الطريق. والله لسه واحد صاحبي، والله ادعوا له يا جماعه، واحد صاحبي لسه واقع وحشه قوي، ادعوا له. مش عارف ايه اللي هيقولوا في الحفله ده. اتزحلقت فين انت اخر مره؟ لا كتير بقى، ما بعدش يعني. كده المشكله مش مشكله ميه. كده انت ما بتعرفش تسوق. اتعلم. اصل انا برضو كنت بسوق موتوسيكلات، كنت راكب اوبر سكوتر. بعد الحادثه انا بقيت بخاف جدا اركب موتوسيكلات، كنت بستعجل جدا، فركبت اوبر سكوتر ورا واحد. فعاده بقعد افتح معاهم كلام سريعا عشان اتاكد انه مش شارب حاجه، انه بعمل معاه حوار يعني. الراجل لابس خوذه ولابس الحاجات اللي عند الكوع وركب، جاي يوصل شمخر. كل لما افتح معاه موضوع يقول لي لو سمحت. حلو؟ مش عايز يتكلم معايا خالص، وكل ما انتشه في اي موضوع ما بيقولش معايا. ونزلنا المريوطيه خلاص، والارض فيها بجد ب50 قرش ميه. يعني حد كان تافه، فاهم؟ يعني مش حاجه تستدعي ده. فاحنا واقفين في زحمه، تحتنا الارض تراب، والتراب ده مبلول لحد راس ميه. وفجاه احنا واقفين، احنا مش ماشيين، واقفين، الدنيا زحمه. راح قال لي هحكي لك على موقف، رحنا نايمين على جنبنا. فانا من الخضه لقيت نفسي فجاه قاعد انا وهو نايمين كده. فقمت قلت له في ايه؟ قعد يقول لي لا اله الا الله. قلت له ايوه. اتضربت بصاعقه. هو ايه؟ انت وقعت ازاي؟ قال لي، ومش عايز يتكلم معايا من الاول بتاعه. قال لي احكي لك على موقف. مره كنت السبب وانا صغير اني اسلم دولاب مخدرات في شارعنا. اخوام الهرم احمد خيري يا جماعه. قبل ما احمد خيري يتكلم نرحب كمان بمينا نادر عشان نبقى خلصنا بقى من الموضوع ده، نشوف موضوع ضرب المخدرات. استاذ خيري ازيك يا باشا؟ ايه يا اسطى اللي انت بتتكلم؟ والله حصل. عامل ايه طيب؟ انت فنان المفروض تبقى واجهه. بس انت سلمتهم. احكي لنا. ده كان عندي 8 سنين. ايه؟ كان والله عمو الحاج بيك بيعمل ايوه طب. دي كانت بدايه الفتره اللي بابا وماما وثقوا فيا ان انا انزل اجيب العيش من اول الشارع، فاهم قصدي؟ فكل ما انزل، فهو ضرب مخدرات طلع فين؟ في العماره اللي جنبنا في الارضي. فكل ما اخرج من باب العماره شامم ريحه غريبه في نص الطريق، ببدا اضحك يعني. انا ببدا احس ان في حاجه حلوه، فاهم قصدي؟ وشوقك عيش وشوقك. بيرجع جاب لهم عيش بس. ايوه اما. ففي مره رحت نزلت اجيب العيش، فشميت ريحه انا ماشي، فانا راجع، فعارف انت الميكروباصات اللي هم بينزلوا حملات فجاه فواقفين قاعدين فين الريحه دي وبتاع. قلت لهم اهي في الشباك ده، وكل يوم هنا بعدي بيطلعوا وبتاع. دخلوا جابوا 15 واحد من جوه قاعدين بيحششوا. 15 واحد كلهم. انا لحد اللحظه دي وانا بقى فرحان، اللي هو ايه، طب ادوني من اللي معاك يعني. يعني احنا وانتوا ماشيين في محمد هنا. بس واتاخدوا فعلا خلاص؟ اتاخدوا. واصلا يعني في واحد هو اللي كان صاحب البتاع دي، فضل مثلا لحد ما عزل من المنطقه. كل ما اشوفني وانا بكبر قدامه، انت اللي حبستني سنتين وانا ماشي. انت اللي حبستني سنتين كل شويه. هايل. انا سعيد بيك وفخور بيك. يا عيني يا عيني يا عيني. احمد خيري كمان بيتوتر لما يبقى في ناس كتير بيتكلموا. ده حقيقي. بتعمل ايه مع الكلاينتس؟ هي دي بقى. هي دي ما تتكلمش. تعديلات لا. ايوه. في مره في الايجنسي، واحنا المفروض في البرزنتيشن، وقاعد بتكلم، فكان في الهاي بورد كلها قاعدين، ومش عارف الاسيستنت بتوعهم كل دول واقفين، وانا مديري راح مسلمني قال لي بريزنت انت. فبدات اتكلم، فبداوا كلهم يناقشوني في البرزنتيشن، رحت قافل اللابتوب. بقول لكم ايه، احنا دي الفكره اللي معانا وفايقه ورايقه وحلوه، وانا بسلم بيها ناس مخدرات، فانتوا عاوزين تشتروها خير وبركه. مش عايز اعرف. مش هم مش مدركين حته الهرم ديت برضه شويه يعني. فاصل انا من الطلبيه، فانت عارف. أيوة. الموضوع فاهم، احنا بالنسبه لي ما انا عرفت والله قبل ما اعرف ان انت عرفت ان الموضوع مش هيطلع برانا. دولاب مخدرات بتاع يعني هيبقى فين يعني؟ في جاردن سيتي؟ ما بس عادي يعني. بتوتر لما اي حيوان يقرب مني.
بتوتر لما اي حيوان يقرب مني بجري وراه. بعدين من قوسين كاتب الكلاب محمد مرتضى. ايوه انت محمد مرتضى؟ ايوه وضح بسرعه ما تقعدش. ايوه محمد مرتضى بس مش منصور. اكيد مش منطقي وكنت قاعد ورا كده. الحمد لله. انت قصدك الكلاب كحيوانات؟ حصل. بس احنا الجمله في الاول ما راحتش معانا كلنا كده. انا حسيت ان انت تقول بتوتر من الكلاب. الذئاب عاوزين ينهشوا لحم كده. استاذ محمد بتخاف لما اي كلب بيقرب منك؟ هو مش خوف، هو توتر مش عارف. هو صوته واطي ليه في كلب؟ هو مش هو في كلب عضك قبل كده؟ لا كان هيقرم المصلحه. لا ايه يا سيدي؟ ايه ده؟ انت منين يا محمد؟ لا من مصر الجديده عادي. وفي حد من مصر جابه بيقرم؟ فين منعم الاول؟ فين منعم فين يا اسطى؟ واحد داس على ايه؟ اخد مايك؟ اه منعم انت في سنه كام او انت عندك كام سنه؟ لا كبرنا على الكلام ده خلاص. بس ده وقت الجامعه، المكتوب ده كان وقت الجامعه. طب مين اللي الجامعة. كاتب الورقه؟ انا عايز اي حاجه اقف في صفك. انا بص هو من الاخر مكتوب طب ان انت انا كنت عايش بره؟ استنى بس، انت كنت عايش بره؟ لا انا ساقط عربي. بص هو منعم كاتب ايه؟ هو كاتب جمله سهله جدا، كاتب سقطت واحد صاحبي وهو في جامعه تانية. ده حقيقي. سقطت مكتوبه ازاي؟ صاد قاف طه. والله العظيم سالت صحابي اللي واحد جنبي صح. وقالوا لي غلط. استنى يا زميلي، صاحبي من غير الف. هو بيكتب سلانج اللي هو سقطت واحد صاحبي. ما انا بالهرم هو بقى. في الاول استنى انت، انا هحلك. هو في الاول كان كاتب حاجه غالبا ما عرفش يقراها، قال ايه ده؟ ايه الزباله اللي مكتوبه دي؟ حط الموقف سهل. اتفضل يا زميلي بحكي لنا الموقف. سقطته ازاي؟ الدكتور كان عندنا في الجامعه كان بيديله كورس تاني في جامعه تانية، فقلت للدكتور ان هو شاطر في الغش وبتاع، فجابوا قعدوا قدام جنبه. وانت اللي فصاحبي ما عرفش يغش في الامتحان ده. ولا انت تقريبا. لا ما انا في جامعه تانية اصلا. انت كنت في جامعه ايه طيب؟ MSA. ايه؟ دكتور حد بس يقول لي MSA بفلوسك. طب ما هو في AUC بفلوسه. انا مره وقفت واقفه مع ناس كلهم جامعاتهم 3 حروف. انا MIU، انا NTT، فانا بقى واقف ساعه في فنادق حلوان مش عارف اعمل ايه. فقلت لهم انا FTH. كريم ريم بويم. ايوه قولي طيب. ايه ده؟ ايوه قولي اسمك ايه؟ ميار. يا جماعه في ايه يا جماعه؟ ميار ايه؟ طب والله اهو، بس انا مش بدعي. كوين ام. كوين ام؟ عندي هزار كتير قوي مش ينفع. اتفضلي. اتفضلي يا ملك. انا اسف. وانت داخله على شات ياهو في الدردشه. اتفضلي يا كوين ام. اول ما انا اشتغلت كنت بتكسف قوي لدرجه ان انا لما كانوا العملاء بتتعامل معايا ما ببصش في وشها اصلا،
ولا برد عليهم. انا بتعامل بالاشاره بس. انا مش عارفه اعمل ايه، انا عايزه امشي. ده حرفيا ده اللي كان بيحصل. اتعلمتي بتشتغلي ايه؟ في بنك. والله العظيم ما هنشوف خير. يا استاذ انا اتخصم مني فلوس. عايز افتح مشروع. وعلى فكره انا شغاله تيلر، يعني بتعامل في الفلوس دايركت. فتخيل هو جاي. انت كنت تيلر يعني؟ اه. قولي تيلر ما انا فاهمها دي. بس فلما مثلا يجي يديني شيك ايوه انا عارفهم ان هم بيبقوا بالظبط. لا ما ببصلوش، هو انا باخد الحاجه بكمل، يعني حتى البطاقه انا باخدها منه ما ببصش هو صاحب البطاقه ولا لا. بمشي حالي. ولسه مكمله في البنك؟ ها؟ لا دلوقتي الموضوع اختلف خلاص. انا بخش اسلم بقى وتحس هو صاحبنا. اي عميل بيدخل خلاص بقى معانا وبتعامل معاه بقى وكده. الاول كنت بتكسف. هو مين ده اللي دخل معانا القصه؟ العملاء. في حد دخل قال انا عايز اتعامل معاهم لازم اسكت له؟ طب انا احترام يا حلال نعمه مديله كده. ايه يا محمد في ايه؟ ده انا كوين ام ايه يا محمد؟ لما جوزي بيسالني على مكان حاجه بتتوتري؟ ما هو بيتجلط. انت هي بس بتتوتر اللي هو يوه المقرف جه. هم اللي بيبيعوا الشرابات اتنينات ما يجيبوهم 3 واحد يضيع نكمل. انت فين يا شروق؟ شروق انت حضرتي لي قبل كده؟ ثانية واحدة، انت بتاعت الشرابات؟ انت الكوين ايه؟ اتفضلي. معاكي جوزك؟ طب اتفضلي الاول قولي الروايه من ناحيتك. استنوا بقى عشان ربنا يجعلنا سبب. ايوه. لا مفيش، هو لما بيسأل بس على حاجة بيبقى مستر كده. وايه؟ بيبقى مستر كده فانا بخاف. تبقوا بتسكروا ايه؟ بنسهر؟ مدرس. هو مستر؟ هو مش مستر بيدعي؟ أداء مدرسين كده. أداء مدرسين. يا الله. أنا آسف. اتفضلي كملي. فهو بيسأل اللي هو فين مش عارف إيه كده. بيقول لك قومي أنت اقفي. فين الشراب؟ مش عارفة اقعدي، قومي أنت هتجوزها. طب اديله المايك بقى. ايوه. ما تتكلم بالراحة، أنت بتشخط في الست بتخوفها ليه؟ ما بالراحة. انا بنجز بس عايز يعني اوصل للموضوع بسرعه. خذ يرجع الباب دي في الحاجه. هو ما بيبقاش قصده، هو الراجل خلقه ضيق. ايوه. ما انت لو بتعملوا لي رز وملوخيه كان هيقعد في البيت. ما انت مجوعه الراجل صح؟ هو خايف يتكلم قال ده. باكل اهو، باكل معايا هي معايا في اللانش بوكس. مين اللي بيتوتر من اللدغه؟ وده انا هتكلم معاه ازاي ما هيتوتر طبعا. انت ولا انتي عشان انت مش كاتب او مش كاتبه اسمك؟ زياد اداها المايك بفقدان شغف قال لها خدي. انت لدغه وهتتكلمي؟ بفتح المايك يا زياد للناس. انا نسمة ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت كده مش لدغه في السين، لدغه في الري؟ في الري طيب طب ليه بتتوتري؟ يعني والله بعيدا عن الهزار بتتوتري ليه؟ ما انا ببقى بتكلم جد جدا والاقي اللي قدامي بيضحك مثلا، اللي هو انا بتكلم سيريس قوي وهو بيضحك على انا لدغه فببقى خالصه. يعني ما تتوتريش، انا اقرع اهو عادي. يعني عارفه لا هو انا فاهم ان في ناس بتبقى رخمه وبتستريس على الحاجات وبتاع تقول لك قولي لي والحاجات دي. ايوه بالظبط، اللي هو يستغل نقطه ضعفي مع الحرف بجد. بس دي مش نقطه ضعف يعني فهمت. والله عادي يعني. انت قصرت ليه؟ مش عارف اهزر في الموضوع. لا عادي يعني. بصوا انا من الناس اللي ينقصني شعر زي ما انتوا. فكنت في المهندسين وقامت خناقه بين 2 راجل معاه مراته وبنته في عربيه فارهه جدا،
وراجل شاب معاه عربيه اقل فراهه، افرح من عربيتي يعني بس اقل فراهه، واتخانقوا عشان الراجل اللي قدامه واقف في الشارع ومش عارف ايه، والراجل اللي سايق العربيه اللي مع مراته وبنته ده اقرع. راجل قليل الادب واحنا عمالين نقول له ايه يعني، التاني عمال يقول له انا مش عاوز اعمل لك حاجه، انت معاك اهل بيتك فخلاص، ده انا هعمل وعمال يشتم الراجل، والتاني يقول له معلش مع مراته وبنته فخلاص مش هينفع يحصل خناقه. وبعد ما الخناقه اتفضت راجل ظهر من الجموع كده قال هم القرع كده، وراح وصفني وصف هز فيه رجولتي، وانا كنت معاهم بحوش، قلت له ايه يا حاج القرف ده تعالى. ففي ناس بتبقى رخمه وتدوس على الحاجات، بس والله اللدغه طب قولي اي حاجه فيها ره والله وهتلاقي ان الموضوع عادي. ماشي يا زياد. البربور والغباء ماشي تمام. هو الورقه ما كانتش خضراء وماشي. البربور والغباء يعني ليه حد بيتوتر من البربور؟ ايه القرف ده؟ هتكلم معاك ولا مش عارف تفتح بقك ولا ايه؟ انت ولد ولا بنت؟ البرود. والغباء بقى. ايوه يلا يا ابني روعه. والله العظيم اكتر جمهور غير سوي حضر لي. انا محرج منك. ما تدوهاش مايك. معايا على فكره. خدت مايك؟ اتفضلي. سامحيني. انا خطي وحش مش هنكر. لا انا اللي قريت غلط. انا خايف اقول لها خطك وحش تقول لي احسن من الناس على الاقل يعني انا بقيت خايف جدا. قالت لي البرود والغباء. لا خلاص خلصت كده. هاتي كان نفسي اكتب لك حاجه بتوتر بس للاسف انا بارد. امتي لا امتي هي مكتوبه امتي. هو خلاص كلكم متعلمين وانا اللي جاي بطريقه برايل؟ لا مش امتي. لا هي امتي عادي. الهي ربنا يسترك دول. كان نفسك تكتب لي حاجه انت ما بتتوترش يعني؟ بارد. هو في باردين بيتوتروا عادي. لا هو ده ليله امتحان الفيزياء مثلا في ثانويه عامه، نزلت رحت السينما وجبت 50 من 50 عادي مالهاش علاقه. ما انت شخص ذكي مش بارد. لا مفيش دم. انا عرفتي يا عم ده ذكي ما تتبردش. قول زي حلو قول ما هي حلوه يا عمر ايه الرخامه. لا هو انا بابا. طب انت بتشتغل ايه؟ دكتور بيطري بس شغال في شركه ادويه. طبعا ما انت مش هتلاقي حد يشغلك. الكلب يبقى داخل اي وانت ايه ده خالص. المدير وضغط الشغل والبني ادمين. مديرتي. مين بقى الاثنين؟ في حد في ورقه بيضاء كاتب مديرتي وحد كاتب المدير وضغط الشغل والبني ادمين. احنا هنجوز ايه؟ نجوز المدير ده للمديره دي وايه ونستغل ضغط الشغل ونجيب البني ادمين يشهدوا ونبقى احنا حلينا احنا مجتمع. فين انتوا؟ فين الناس اللي عندها مشاكل مع مديرينها؟ انت مديرتك ولا مديرتك؟ مديرك اتفضل. اعطي له. مديرك بيضغط عليك؟ جدا. هو معانا في الحفله؟ لا.
ايه؟ لا. طب ما يعني انت هو سايبك تيجي الحفله؟ ما انت برضه ما انت مش مطبق اهو. انا راح من وراه. راح من وراه. اه. حضرتك بتشتغل ايه؟ تيم ليدر. تيم مانجر؟ تيم ليدر. تيم ليدر؟ افشخ التيم اللي تحتك. خد منه واديهم. اللي هو زي الراجل اسمه ايه، ابراهيم سعفان، حيوان مين اللي قال صباح الخير؟ خصم ده اعمل كده. ماشي. طب وفين مديرتي؟ انت حضرتك بتشتغلي ايه؟ جراحة خيول. ايه جراحة ايه؟ خيل احسنة. جراحة ايه قولي؟ خيل احسنة. ايه ده الحق عمو. أيوة. انت بتاع الطب البيطري. ايه؟ جراحة خيول؟ انت شغالة مع الراجل بتاع الفيسبوك ده اللي هو النهارده بكره. كنت شغالة معاه. اوعى يكون موجود تبقى فضيحة. مساء الخير. وادي بركة الله في الحصول. ايوه كنت شغالة معاه فعلا. بجد؟ لا بس انت كاتبة مديرتي. ايوه لا ما هو انا كنت شغالة معاه، دلوقتي انا شغالة خلاص يبقى نتكلم عليه عادي. بالظبط. شغالة في مستشفى اجنبي ومديرتي استرالية وهي يعني واحدة مجنونة. انت ممكن تبقي مش فاهمة. متعلمة انت ساكنة في الشيخ زايد هنا؟ لا معادي. متعلمة. ده انتوا على قديمه ده A B C D كده. يا نهار اسود منيل، يا نهار اسود يا فضحتي. ورقة اورنج. انا نسيت اقول للناس تكتب اسمها، انا غبي جدا. انا عارف اني غبي وبارد. انا برضه اللي مطمعهم فيا. اتوترت وانا في اوضه العمليات وعكست الدكتور. يا مشرطك شق يا زميلي على التواه. شوف قبل ما تتكلم في المايك يا رب تتكلمي في المايك. مساء الخير. ايوه عكسيه عادي خلاص. انا خفت واحد يقول لي ايوه انا عكست الدكتور. ايه يا دكتوره؟ العب. مساء الخير اتفضلي. انت اتوترتي في العمليات. انا بتوتر من الحقن اللي بنسحب، سحب الدم، مش الحقن اللي احنا بناخدها، فاهم؟ يعني سحب الدم دي بتوترني. لما انت بتسحب منك دم ولا بتسحبي من حد دم؟ لا انا اصلا ادبي، اسحب ايه؟ انا لما بتسحب مني فين؟ انا كنت داخله اوضه عمليات. يا نهار اسود. انا فاكرك انت مثلا بتشتغلي مع دكتور وفي جراحه وهو بيرجع لا، يقول لا، ايه؟ لا. أنا ايدك دي عروقك ايه ده؟ لا انا ايه ده؟ لو بتفتح رغيف فينو مش هتشوف كده. انا ده اللي جه في دماغي عشان انا توكسيك زيكم يا شباب. لا انا توكسيك من نوع مختلف. فانت الراجل بيسحب منك العينه. انا كنت في العمليه فايقه، فكان يعني عمليه ايه اللي كنت فايقه فيها؟ بغض النظر انت اللي طب ما تسيبني فرصه اكمل. معلش انت الدكتوره الوحيده اللي معانا. ماشي. كان بنج موضعي عادي في دراعي مبنجين والدراع. مين اللي انت بتقولي ايه؟ قالت عادي بيشيل دراعي. بنج موضعي مبنجين دراعي، ركز اوكي؟ ركز يا ابني ركز. انا عشان ما بعدش الكلام، انا واحده مبنجه دراعي ومش باقي على الدنيا. معلش خلقي ضيق معلش. لا عادي في الشغل. المهم بعد ما بنجوا دراعك، ما من اعمالك السوداء. والدراع أيوة. الدراع التاني كان بيحطوا فيه مخدر او حاجات تهديني اثناء العمليه، فالدكتور عمال بيحاول يدور على عرق ولا مش عارف بيسموها ايه طول العمليه وانا متوتره. فانا وريد صاحبتي قالت لي انه اسمه وريد خلاص. المهم يعني قالت هو كان اسمه ايه، عرق ولا وليد؟ انت مش مديني فرصتي. هو وليد وليد العرق. اتفضلي. انا لما بتوتر الوريد بيهرب، فما بيعرفوش يلاقوا لي وريد ياكلوني. وانا لما بتوتر بضحك قوي، فانا قاعده في اوضه العمليات جايلي كريز الضحك لدرجه ان في ناس ممرضين جم من بره قالوا لي احنا جايين على صوت ضحكك، وانا كل ده متوتره
والدكتور بتاع البنج فاكر ان انا نفسي حلوه، مش فاهم ان انا بضحك لما بتوتر. فالدكتور انا بقى كنت خلاص بدات اتبنج بقى كده واعمل دماغ حلوه، فالدكتور عمل استنى بس. فالدكتور انا في كرب شديد قوي. انا في كرب شديد قوي. دي كانت ورقه سودا، يا ريتها كانت ورقه سودا مش اورنج. انا الوحيده اللي واخده ودي معاك في الكلام اساسا، الباقيين عمالين يقولوا كلمه ويسكتوا. هو في ايه؟ نسيت يا معفن. انا بحضر لك من ايام ما كانوا 100 كده. ايوه. وعلى فكره انا من الهرم، فعادي يعني، مش الناس اللي تقعد تتريق عليها ومعاكي. انتوا سبقتوا سمعتنا قوي، واحد مسك مخدرات وواحده بتهزق اللي على المسرح. هو الهرم ده ملوش اهل يسالوا عنه؟ ملوش وانت عارف. ايه؟ ملوش صلوات. نرجع على الارض بعد ما سيبنا جهنم. ماما حنينه وانا صغيره بلعب مع اخويا بمسدس لعبه، فدخل في عيني، مش كاتبه خرزه، هي كاتبه في عيني، فلما شافتني قررت تعاقبه بان لو اتعميت هتعميه هو كمان. دي نفس الست بعد 20 سنه اللي كانت بتتكلم الكلام. لو اختك اتعمت هعميكي واسرحكوا تشحتوا. ايوه اتفضلي. فين؟ او اتفضل، اوعى تطلع، انت اكيد كنت طفل بقى. فين الراجل اللي مهدد بالعمى او الست؟ هو مش لاقي زرار الكشاف. ما ينفعش اقول بعمل ده صح. ايوه انا اسف والله. فين يا جدعان؟ مره سواق كبر علينا، نزل وقفل العربيه. كبر علينا ازاي؟ كسر علينا والله. حاطين نقطه يا جماعه. انا هو سأخبر الله بكل شيء. إلهي تنستر. طب انا همسرحكم، انا سهل. بصوا بقى كاتبين ايه. صاحبي مره سواق كسر، كاتبين كاف شرطه ر تحتها نقطه، فدي كبر ماشي علينا، نزل وقفل له العربيه. قفل له، هو كاتبها غلط ماشي، وكلوا كاتبها كله. ما انا ممكن امسرحكم عادي. وكله علقه موت، وانا كنت مسامح عادي. شاهين، انت فين بقى شاهين؟ جت فيك انت يا زميلي، انا اسف، بس هم اللي طلعوا المجرم اللي جوايا. اتفضل يا استاذ شاهين. انت مره واحد صاحبك كسر علينا، سواق كسر عليكم وقفل العربيه وكلوا علقه. انت كنت بتعمل ايه في اثناء ده؟ انا كنت سايق. انزل انت، ربنا معاك. روح وانت. لا هو السواق هو اللي كسر علينا. حلو. فصاحبي اتعصب، نط من الشباك، ما فتحش الباب حتى. وراح منزل الراجل التاني من الشباك برضه. هو جاء من ثقافه الانكا، ما عندهمش بيبان. هو ما كانش يعرف. الاوبرا ما خدش باله منها. كلوا علقه موت قدامي. مين اللي كل مين علقه موت؟ صاحبي كلوا علقه موت. طب ما انتوا طالعين كسبانين. انا متوتر بقى يعني. ليه انت امال انت لو واحد صاحبك اتشد من جنبك اتسحل وراحوا مركبينه تاني وقالوا لك اطلع. لا انا هجري. انت ما بتردش ليه؟ طب انتوا مبسوطين بعيدا عن الهزار ولا انتوا مش مبسوطين؟ عبد الرحمن كاتب التوتر في مواقف الفرح والعزاء. انت مالكش مناسبات انت. فين عبد الرحمن؟ اهو. انت بتتوتر في مواقف الفرح والعزاء، احكي لنا. انا كنت دايما ببدا بالمفروض اللي قدامي يقوله. يعني انا داخل عزاء، المفروض ان انا اقول ايه؟ بقال الله. فاقول له ونعم بالله، فهو يهنج ما يعرفش هيقول ايه. ايوه انا لسه فاهم. يخش غفر الله ذنبكم، فالناس خلاص يبقى شكر الله سعيكم. تمام يعني تمام. المهم ان احنا بندعي لبعض يعني. خدت التيمه عليت بيها بقى، فبقيت بعد كده بقول فهو بيفهم وبيعديني على اني عبيط قديم يعني. ارزع اركن بلين. لمي
لمي اخش الامتحان من غير ما اذاكر. انت منيل. السلام عليكم. ما هي لما بقى مش باليه الوزه بالالف. ربنا نصرني عليكم وبرضه خدت فلوسكم. ايوه فين عمر. ايه اسمي عمر. عمرو. عمر. عمر؟ اه. انت في سنه كام يا عمر؟ تاني اعدادي. انت متخذ صوتك عليا ليه؟ ايه في تاني اعدادي وماشي في تالتة وماشي مع واحده، ايه بقى؟ ماشي اتفضل يا يا عمر. انت في مدرسه ايه؟ إليت. مدرسه إليت؟ اه. ايه خيري في ايه؟ بطلت هزار؟ قول بقى يا عمر ايه المشكله؟ انا كان عندي امبارح امتحان دين ودخلت الامتحان من غير ما اذاكر ولا كلمه. ايوه فدخلت ايه؟ وحدت الله يعني ولا عملت ايه؟ دخلت عملت ايه؟ وبعدين امتحان ايه ده؟ المدارس لسه بادئه. انت في مدرسه مالتي ناشونال؟ انترناشونال. ما هو انا والله العظيم انتوا صعبتوا الدنيا قوي. احنا كان حكومه تجريب لغات. الحاجه ماشي. فكان عندك امتحان دين وانت مش مذاكر ولا كلمه. اه. فعملت ايه؟ الحمد لله الامتحان كله جه اختيارات. احساسي انا مش عارف اهزر هنا من يعني مش مهم. كان في سؤال مش عارف احله، قمت عملت عليه حد بادي وطلع صح الحمد لله. ما دي الناس اللي بتخش الجنه بالبركه. يارا دكتور يارا في 3 نوروا كشاف. ايوه. صوتي مسرسع قوي هنا ليه كده؟ لا صوتك مسرسع عامه مش هنا بس. لا يعني احنا كلنا بنحس كده، مش قصدي. انا قصدي ان انا حاسس ان صوتي مسرسع كده. المهم بتتطلبي من الدكتورز؟ بشكل عام يعني سواء كانوا دكتورز جامعه اصل انا بشتغل معيده. تمام. فدكتورة الجامعه دي بالنسبه لي حاجه ايه ده؟ في صعبه. ايه؟ طلب عندها؟ دي خربعه دي في الكليه. انت بتتوتري من اي حد لقبه دكتور يعني ولا بتتوتري من الطب ولا انت لا معيده اي في ايه؟ حد لقبه دكتور. انت معيده في ايه؟ مجال ايه يعني؟ ارتس اند ديزاين. ايوه في ايه يعني؟ ارت اند ديزاين؟ ايوه بالظبط كده. فبتتوتري من اي حد لقبه دكتور. بالظبط كده، يعني حتى لو هروح اكشف مثلا. طب ما ده اللي كان منطقي ان انت بتتوتري من بالظبط كده. انت خدتينا فجاه جوله في الاتيليه بتاعك. بس يعني مثلا لو رايحه تعبانه مثلا وانا المفروض اروح اقول مثلا انا بشتكي من ايه، خلاص انا نسيت انا بقيت كويسه خلاص ما اقولش انا تعبانه من ايه. تروحي تخبي على الدكتور؟ لا خلاص بتوتر. بتشعري ايه؟ انا بقيت عديمه المشاعر من ساعه ما شفت وشك وسحنتك دي. لما حد يختارني اجاوب على سؤال مفاجئ قدام الناس وبعت لي انا ورقه، تمام. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. انت اوكي. اسالها في ايه؟ 7 في 9 بكام؟ انت بتشتغلي ايه؟ اكيد في بنك. ايوه صح. بتشتغلي ايه ولا طالبه؟ في بنك. دي بايظه خدها. الترموستات محروق. انت لسه طالبه؟ في بنك والمصحف؟ طب ما احنا كده في مرار طافح. خدمة عملاء ولا تيلر؟ انت معاها، انت عرفت منين؟ تيلر فور ماذر. ايوه ولا ده ولا ده. بليز فاينانس. ولا ده ولا ده؟ عندكم بنك؟ تمتلكوا بنك يعني ولا ايه؟ طب ما انا مش ده كده، ده علاقه من طرف واحد، انا بتكلم وهي عماله مش هينفع. الجواز زائد عدم النظام. فين موكا؟ ايوه. مش هينفع كده. انت لو مكاني هتفهم انا في ايه. ايوه يا استاذ موكا.
الجواز بيوترك؟ هو الفكره نفسها اصلا انا اتقدمت الساعه 7 الصبح. لا والله 8:30. ايه ده؟ وعزت وجلال الله لو نطق ماما هنا في الخمايل. انا ما كانتش عارفه اصلا ماما مين. ثانية واحدة بس يا جماعة. استنوا. هو ازاي انت اللي بتشتكي من عدم النظام؟ لا وانا قررت الصبح ان انا هتقدم، فقلت لها ابعتي لي رقم ماما وقول لها ان انا هكلمك. طبيعي عادي. مره واحده ماما مستنياك تكلمك. الاول قالت لي ماما مين؟ هو خضني الصبح مستنيه باص الشغل. انا مش عامل مشكلة حتى الآن، بس الموضوع العلاقة انتوا ساكنين في بيت عيلة. لا ماما الساعة 7 خضني، ما مش لسه معدي وانا خطميه محروس خطميه. ايوه. طب انا حد واحد يشرح المشكلة. تمام. بالراحة بس. هو الجواز عامة حاجة موترة. هو كله على بعض. هو كله على بعض كده. وفلوس النقطة دي بيتي أولى بيهم. اتفطرت وأنا بكلم مديرتي، اتلخبطت أكيد، اتعورت، اتنيلت وأنا بكلم مديرتي وقلت أنت شبه المتخلفة التانية ياسمين عز. والله العظيم ما اتلخبطت. انت كاتبه اتلخبطت؟ دي اتلخبطت او ولا نور احمد. انتوا ايه فاكريني محترم؟ ايه ده؟ ما انا بعاني فوق. ايه دي والله؟ بص هي فين؟ انت اللي كاتب؟ انت معاها؟ ايه ده يا زميلي؟ ايه ده يا زميلي؟ اتوترت؟ بصي اتوترت؟ الاتنين ته. انت كاتبه، انت منوعه عامله لنا كوليكشن، واحده ته واحده اتوترت. وانا بكلم مديرتي وقلت انت شبه قلت له انت كنت عايشه بره؟ فانت عم نتكلم. قولي لي ايه المشكله؟ اتوترت وانا بكلم مديري فقلت له انت شبه المتخلفه الثانيه ياسمين عز. يعني انت مش ياسمين عز؟ انت بتعملي لي مشاكل مع الاعلان؟ قلت لمديرك انت شبه المتخلفه الثانيه؟ يا عم انت اقعد بس، انت قاعده جنبك ما انت عايز تعمل مشاكل وخلاص. واحد بيتوتر من البنات او واحده تبقى مصيبه. من افعال البنات، يعني اي حاجه عاديه فهو بيبقى موقف عادي لحد ما تحط فيها بنت. هعدي الشارع عادي ما فيهوش مشكله، بس خلي مثلا اختي تعدي جنبي، لا في مشكله. ليه يا اسطى؟ لا ليه؟ انت متجوز؟ لا. خاطب؟ لا. مصاحب؟ لا. امال بتقابل بنات فين؟ انت كده اتحكى لك عن الموضوع. هقول لك اخر موقف ده اللي كتبت عليه الورقه. كنت في لبنان من قريب. كنت فين؟ لبنان. في فيتنام؟ لبنان يا عم المهم انك ركبت طياره عقبالنا. ها وانا في لبنان هناك كان ايوه بس دول بيوتروا. تمام عندك حق. انا مالهاش علاقه. انت بتتوتر ما بتتوترش، هتقول لك شو يلا بس هتقوم واقع. اتفضل. كان معانا بنت وكنا محتاجين نرجع الفندق متاخر الساعه 12 بالليل. كان معاكم بنت؟ ما عشان في واحد بس قرر يرجع اللي هو انا، والبنت قررت ترجع برضه من المشوار، فاحنا الاثنين راجعين. لبنان بعد الساعه 10 بتقفل. واتوترت؟ ايوه حصل. ليه بقى؟ الشوارع كلها ضلمه، مفيش ولا لمبه مفتوحه. احكي شوقتني. استنى بس، الشوارع كلها ضلمه، احنا في لبنان دلوقتي. كمل يا زلمه. والناس في الشارع مش لابسه، واغلب الناس اللي صاحيه سكرانه. فانا بس يعني انا لو ماشي عادي لوحدي انا تمام، بس وجود بنت معايا اصلا فده كان موتر لوحده. مين اللي اتوتر كده؟ توترتنا احنا. انت رحت مطلعنا معاك الجبل وسبتنا. كل الجمهور قاعد شارع ضلمه
والناس سكرانه والدنيا وانا اتوترت بقى. انا بقى اتوترت. انا قلعت انا كمان. ورقة مراتي خايفة تقول اللي بيوترها، بس أنا عارف هتتوتر لو أنت كلمتها. وأنت كده سندها يعني؟ أنا هبقى حمايتك وأمانك، بتتوتري من إيه يا عمر؟ كلمها. اثبتي له إن لأ واتأسئل. كلمي. قولي اي حاجه، قولي مساء الخير. مساء الخير. سقفوله والله العظيم. ايه قالت مساء الخير ولا فرق معاها؟ شوف قالت مساء الخير بسلاسه ازاي. هي بتتوتر من الكلام مع الغرب ولا بتتوتر من الكلام مع اي حد؟ هي بشكل عام بتتوتر من الكلام مع اي حد مختلف عن اخواتها. فانت نفسك تعرف شخصيتها. انا يا ستي بقالنا 5 سنين متجوزين، نفسي اعرف اسمك ايه؟ اتكلم بالراحه هتلاقيها بترد. قول لها حاجه بالراحه، قول لها ازيك كده، قول لها ازيك. اقول لها حاجه بالراحه قدام المسرح كله؟ لا ايه ده هوب ما انت شبابله. سقفوا لهم يا جماعه والله العظيم، سقفوا لهم غلوش. استنى بس عشان مش هنروح كده، مش هنروح. قول يا عم. والله انا بحبك. خلاص يا باشا هات الماي فيها يا باشا. ايه خلاص يا باشمهندس. بحبها اكتب عليها تاني. طيب على ذكر الحب، والله ده قفله عظيمه. احنا ممكن نشيل الاشياء. انا كانت مدرستي هنا في الشيخ زايد ايام ما كانت صحراء والقصه التعيسه دي، وكان في مشوار، يعني كان في وسيله مواصلات واحده فقط للمروح من هنا للهرم، كان اتوبيس لونه ازرق كده. لا سيتي ايه ده قبل ما الانجليزي يوصل مصر. سيتي ايه لا. فكنا مروحين انا وواحد صاحبي بالاتوبيس ده، وكنا في ثانوي، فكنا بنقف على الباب. عارفين اتوبيس النقل العام؟ الناس بقى اللي بتركب اتوبيسات يعني يبقوا فاهمين الروشنه، ان انت تقف على السلم وتبقى عامل كده وتقعد تقول مش عارف هادي عصام المناظر الطبيعيه وكده، يعني بتاع افريقيا ده. حلو. فاحنا المشهد ده اللي هحكي لكم ده حدث بالفعل باكشنه كده، وهو ربنا اللي ستر يعني. فانا واقف على السلمه الثانيه، صاحبي ده واقف على السلمه اللي قرب الباب، وواقفين. فجينا عند مشعل ده في اول شارع الهرم خالص. ففي ست مش قاهريه لابسه ملس، عارفين الملس؟ العبايه السوداء بتاعت الجماعه الصعايده والفلاحين. فجت قالت هي دي المريوطيه بباور جدا. فاحنا ايه قلنا لها لا يا ماما لسه مش دي المريوطيه قدام. لا هي دي المريوطيه، انا عايز اروح المشوار بتاع عوتي، انا مش عارف ايه. وراحت زقاني لورا، وراحت قالت له نزلني مش عارف ايه. فهو الواد من التوتر عمال يقول لا راحت رافعه البتاع حبده رجلي مطيره بره الاتوبيس. والله هذا حدث. فالواد قرر صاحبي ده الملازم في حته والدنيا في حته ومتبهدل، وانا رحت باصص قدامي قلت لها انا نازل يا ماما المريوطيه هوصلك. فسالت هو دي يا جماعه المريوطيه؟ قالوا لها ايوه. قالت لي واد انت واد محترم، تعالى اما اسقيك تمر. فوقفت انا وهي خدتها بديت، وقفنا نشرب تمر انا وهي ماسكين كيسين تمر واقفين بنشرب بنتعرف على بعض. بشوف ايه احلامها في الدنيا، نفسها تشتغل ايه. مين بقى جاي؟ صاحبي ده. فهو جاي ركبه الاتنين متعورين وكعانه ووشه، ومعاه الشبشب بتاع الست. هو بقى بيدور، هو دلوقتي بيدور على سندريلا. اي حد هيبقى مقاسه الشبشب ده هيقتله. فماسك الشبشب وماشي عامل كده، شافني انا والست بنشرب تمر. فطبعا قال كلام في الاول ما يصحش يتقال هنا، كله اعتراضي. وبعدين راح قال لي
هو انت سبت الست ترميني من الاتوبيس واقف بتشرب معاها تمر؟ الست خدت منه الشبشب وبص لي، فانا قلت له انا مرضيه يا مشعل، انا اعرف منين انا رايح المشوار بتاعتي، انا مش عارف ايه، والست بدات تضربه بالشبشب وانا عمال اقول له ايه ست كبيره وهو عمال يقول لي ايه اللي بتضرب. احنا كده خلصنا يا جماعه، انا اتبسطت فشخ ان انا كنت مبسوط والله العظيم. ثواني ارجوكوا واحده طرش. هنتصور النهارده، هنعمل حاجه، هنتصور الصوره اللي بنتصورها بتاعه الكشافات، وهنجرب تجربه انتوا هتبقوا اول ناس في العالم، بل في مصر، بل في الشيخ زايد تعملوها. اكيد حد عملها بس انا حاسس كده يعني. فاستاذنكم بس اول حاجه ننور كلنا كشافات موبايلاتنا، ارجوكم بسرعه، ما حدش يتزائب، البطاريه ما فيش، مش دي اللي هتبوظها. انا هنزل هقعد في النص هنا وهنتصور صوره 360 واحنا عاملين كده، وبعد كده هننور النور ونتصور تبقى الصوره. بس بقى يا استاذه، ازيك يا حسن؟ عامل ايه يا اخويا؟ فين لا هم قايلين لي على كرسي معين، ده احنا قافلين على السيستم عادي، ولا فرق معانا 550 جنيه. عامل ايه؟ فين هو هنا؟ معلش عدي لي، اوعى تلسعني على قفايا ولا حاجه. الجمهور اصلا اتوقع منه اي حاجه. مساء الخير، معلش يا ابونا كتب اخويا. ايه ده اخويا؟ ايه ده؟ اخواتي في الله كلهم عايزين نعمل اخويا. ايه ده؟ هو احنا ايه كميه القرع اللي في جاهزين يا جماعه؟ بس كده صح يا سمسم؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ سمسم، ما انا مش عارف، استنى اشرح. تفتكروا انا واحد بتعليمي هيبقى عارف الكاميرا دي بنعمل ايه؟ صورت؟ حلوه؟ برافو! يا جماعه انا اتبسطت قوي واتمنى اشوفكم تاني.